عاملين ايه يا احلى اخوات؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كمان مره، وحشتوني. صباحكم زي العسل، صباحكم لبن حليب، صباحكم نادي بذكر الله. ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والتفاؤل وراحه البال. يلا كده ناخد حسنات ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما شفتوا كده السما صافية وجميلة، واخدنا كده شوية باور، واخدنا طاقة، وطلعنا كده الطاقة السلبية، واخدنا طاقة إيجابية. ودخلت كده عملت لي كوباية شاي صعيدي متينة كده سخنة. وهنبتدي كده يومنا البسيط. ده كان روتين يوم الجمعة. أنا بحب يوم الجمعة أصحى بدري، أحضر غدايا وأخلص غدايا لحد صلاة الظهر، يكون خلصت غدايا عشان أقعد كده وأسمع الخطبة، عشان اليوم ده بيكون جوزي موجود، بيجي من صلاة الظهر يعني يكون الغدا جاهز. بنحب نتغدى بدري يعني اليوم ده. هنا كنا بسلق الفراخ. الفراخ لونها حمرا كده، عشان دي طماطم. يعني كنت ضاربه شويه طماطم في الخلاط، الفاضلين في الخلاط نزلت بيهم على الفراخ هي بتتسلق. وهنا كنت مشوحه كده شويه بصل في قلب السمنه كده، واول ما حمر نزلت بالطماطم وسبكت وبقت زي العسل. يعني الطماطم اللي فاضله من التسبيكه دي لما كانت في الخلاط اخدت منها على الفراخ. الصلصه بتاعت السبكت وبقت زي العسل، والفراخ هنا بتستوي. وهنا هنيجي بقى نعمل ايه بالصلصة المتسبكة. غدوة حلوة كده وجميلة، وكلها بصراحة يعني حديد، جميلة جدا. ايه الأكل اللي كلها حديد؟ سبانخ. أكلة حلوة كده وشتوية وجميلة ومفيدة جدا، كلها حديد وجميلة جدا. السبانخ أنا بقطعها كده هي والخضرة بتاعتها. خلي بالك لما تيجي تعملي السبانخ هاتي مثلا كيلو، لحد ما تستوي تبقى نص كيلو. لو جبت نص كيلو عقبال ما تستوي هتلاقيها ربع كيلو، لأن السبانخ من الورقيات اللي فيها مية. أول ما تشم النار هتلاقيها خست وقلت. انا كنت مقطعه السبانخ بالخضره بتاعتها طبعا، ولحد ما الصلصه سبكت. يعني اول ما الصلصه سبكت نزلت بيها على طول كده على الصلصه. وهنديها تقليبه حلوه كده من غير ما نضيف لها شوربه ولا اي حاجه ولا ميه ولا اي حاجه. بعد ما الصلصه تسبك وتشرب ميتها هننزل عليها بالسبانخ اللي احنا مقطعينها. تمام كده، مقطعينها زي ما انت شايفه كده، ولا كبيره خالص ولا ناعمه خالص. لو ناعمه خالص هتلاقيها بقت ميه كده ودابت على الاخر، لا تبقى حلوه كده. ولا كبيره كده لما تيجي تاكليها تبقى كبيره الورقه كده، لا يبقى حجمها حلو. وهنهدي عليها النار كده، نديها تقليبه حلوه، ونهدي عليها النار ونغطي كده الحله بتاعتنا، ونسيبها على نار هاديه عشان السبانخ تنزل ميتها كده. بس ايدنا فيها، يعني مش خلاص احنا نسيبها على جنب وما نقلبهاش، لا نقلبها كل شويه ايدنا فيها عشان ما تشيطش معاكي ولا تتلسع. وادي شكل السبانخ بتاعتنا طبعا بعد ما نزلت الميه بتاعتها. شايفين لونها اتغير ازاي؟ كانت خضرة ازاي وكانت ماليه الحله. شايفين قلت ازاي؟ زي ما قلت لك السبانخ ورقيات فيها ميه، اول ما بتشم النار بتخس او بتنزل ميتها بتقل. تمام كده. شايفين الصلصه غامقه وجميله، بس مش عارفه الكاميرا هنا ظلماها، يعني معلش سامحوني الاضاءه. والله الصلصه غامقه وجميله. بقى في ناس بيضيفوا لها كذا حاجه. في ناس بيضيفوا لها لسان عصفور، في ناس بيضيفوا لها حمص اللي هو بتاع الكشري، في ناس بيضيفوا لها رز. انا من الناس اللي بحب اضيف لها رز. يعني تاخدي لك كده كبشه كده بايدك، اللي هي يعني 3 معالق كبار. يبقى 3 معالق كبار، او بايدك كده كبشه. يعني انت الكيلو اللي عاملاه تاخدي لك زي 3 معالق كبار. في ناس بيضيفوا لها زي ما قلت لك لسان عصفور، حمص. انا بحب اضيف لها رز. كل واحد زي ما بيحب وزي ما بياكل. تمام كده. ادي 3 معالق كبار كده مليانين رز. ما تكتريش الرز في السبانخ، احنا مش عايزين رز بالسبانخ، لا يا دوبك 3 معالق كده على الكيلو. تمام كده. ونقلبها تقليبه حلوه كده. هنعمل ايه بقى في المرحله دي؟ هنضيف الشوربه، بس انا مش هضيف لها شوربه الفراخ بصراحه. اضيف للسبانخ شوربه لحمه. يعني في اكلات كده بحب اضيف لها شوربه لحمه. كان عندي كده شوربه زياده وخليتهم في الفريزر، يعني عبيتهم في اكياس وخليتهم في الفريزر عشان لما احتاج لهم. وفعلا احتجتهم اهو، طلعت كيس كده من الفريزر وهنزله كده على قلب السبانخ ده. بس هضيف لهم حبايه ميه ببساط كده عشان خاطر الشوربه معايا متلجه ناشفه حجر، عشان ما الاقيش السبانخ معايا لزقت ولا شاطت. تمام. لحد ما الشوربه تفك يعني. وهنزل عليها بنص مكعب مرق الدجاج، نص مكعب بس، حبه حبه مش حبه مش مشكله. وهننزل عليها بشويه كزبره ناشفه، فلفل اسود، ملح، بس كده. هي التوابل البسيطه دي تديك الاكل حلو كده وطعم زي العسل. والملح طبعا، بس خلي بالك بقى شربتك لو فيها ملح او مرقه الدجاج فيها ملح
يعني دايما خلي ايدك ميزان. ونغطي عليها بقى كده ونسيبها كده ايه بقى ايه تكمل سواها كده وايدينا فيها، يعني كل شويه نقلب عشان الرز بتاعنا يستوي وما تلاقوش لزق بقى او ايه مسك في الحله ولا حاجه، لا ايدينا فيها كل شويه نهدي عليها النار ونغطي وكل شويه نقلبها عشان خاطر ايه يعني نتابع الرز استوى او كده، ونسيبهم كده على نار هاديه. ويلا بينا نشوف ايه ورانا، يلا بينا. هنا بقى كده خلاص الاكل كان زي العسل استوى وطفيت عليه. دخلت بقى كده ايه اقرا سوره الكهف طبعا يوم الجمعه، ربنا كده يتقبلها يا رب ويجعلها كده نور لينا. طبعا يعني تقري حلوة سورة الكهف كده قبل الجمعة بالليل بقى الصبح، المهم تقري سورة الكهف، ربنا يتقبل منا يا رب صالح الأعمال. هنخلص بقى سورة الكهف كده، أنا بحب يوم الجمعة أقرأ سورة الكهف كده وأشغل الخطبة أسمع. ما بحبش أقف في المطبخ أو أعمل حاجة، بصراحة بحب أسمع كده الخطبة أنا وقاعدة وأقرأ قرآن. هنا كانت الخطبة شغالة، انا كنت عايزة يعني اسيبها بصراحة، بس كان يعني ايه الاولاد جنبي اللي بيتكلم وكده. هنا كانت الخطبة شغالة. ربنا يجعلها كده جمعة كلها خير وبركة يا رب. يلا بينا كده على صلاة الظهر. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الظهر بقى خلص، دخلت عشان اصلي الظهر. ربنا يجعلها كده جمعة مباركة وجمعة كلها خير وبركة. ده روتين يوم الجمعة. بس ما قدرتش انزله امبارح، معلش سامحوني. ربنا يجعله كده كلها بركة وهنا يا رب. هنا بقى بعد ما صليت ظهرنا كان يعني زوجي جه وحضرنا بقى الغدا، وادي غدانا بألف هنا وشفا. حاجة كده جميلة بصراحة، أكلة الشتاء الجميلة، السبانخ كلها حديد، كلها يعني فيتامينات ومفيدة جدا جدا. لونها أحمر، الصلصة جميلة غامقة وجميلة زي ما شايفين، والرز مستوي وكلها زي العسل، تتاكل كده بالمعلقة أكل كده مسكرة وزي العسل. كانوا شوية سبانخ سكر، صلصة غامقة وجميلة، وفيها شوية صلصة اللي عايزة اكلها بالعيش، اللي عايزة اكلها بالرز، والرز بقى المفلفل، والشوربة، والفراخ اللي عايزة اكلها بقى مسلوقة، اللي عايزة اكلها محمرة. واتغدينا بألف هنا وشفا، مطرح ما يسري يمري يا رب. لما اتغدينا بألف هنا وشفا دخلت بقى على الغسالة كده، كان عندي شوية غسيل حلوين كده بتوع الأولاد. قلت اشغل عليهم الغسالة لحد ما انا اشوف المطبخ والم الدنيا، يكون الغسالة فصلت والحق انشرهم قبل ما الشمس تروح. انا من الناس اللي بحب انشر يكون الشمس قاعده، بحس كده لما بنشر والشمس قاعده الغسيل كده بياخد طاقه ايجابيه، بياخد طاقه كده من الشمس. ما بحبش انشر بالليل، بحس بالليل يعني بياخد طاقه سلبي الغسيل، بس يعني غصب عني احيانا بغسل بالليل، غصب عننا كلنا. بس لما بيكون يعني بايدي ان اغسل في النهار بلحق نفسي بصراحه قبل ما الشمس تروح. دخلنا بقى غسلنا ونظبط غسالتنا بقى والاريال بقى، وبصي شغل بقى غسالتك. ادي الاريال بتاعنا بقى والكلور الالوان، ونسيب بقى غسالتنا كده تغسل مع نفسها لحد ما احنا نلم مطبخنا ونخلي كده مطبخنا شمعة فل شمعة منورة، يكون غسالتنا فصلت. يلا بينا على المطبخ. المنظر ده يوم البنات، ما تقلقوش دول مش كتير يعني، متهيأ لكم ان الحوض مليان. لا هو عشان الحوض كده صغنن ومحندق تحسوا ان هو مليان، لكن هما مش كتير، اللي هو كام طبق مكان متغدينا على كام كوباية، بس مش كتير يعني، مفيش حلل ولا صواني ولا اي حاجة. بس ايه مفيش حاجة تكتر علينا احنا الستات، في ثانية كده هيكون المطبخ بتاعنا والحوض فل شمعة منورة.
انت واقفه كده بتعملي حاجتك، صلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذكري الله، قولي الاذكار بتاعتك، هتحسي ان الحاجه بتخلص معاكي من غير ما انت تعبانه. هوني على نفسك، ذكر الله بيهون عليكي، هتحسي بتعملي الحاجه وانت مش تعبانه. ربنا يقوينا يا رب ويدينا الصحه والعافيه ونخلص حاجتنا كده واحنا في احسن صحه، وما يحوجناش لحد، ونخلص كده شغل بيتنا واحنا كويسين، وربنا يدينا الصحه كده ويقوينا. هنخلص بقى مواعيننا زي ما شايفين، ما فيش كتير، هو ايه الطباقه بس. وحشتوني والله، يعني انتوا احلى عيله، ربنا يديمكم كده نعمه في حياتي ويخليكم ليا ويديكم الصحه والعافيه، ويجبر بخاطركم جبر يتعجب له اهل السماء والارض، ويقويكم ويديكم الصحه والعافيه يا رب. خلصنا بقى الحوض، ندخل على البوتاجاز. هو بصوا ما فيش يعني حاجات كتير. الحاجه السوداء دي والله يعني عانيت عشان اعملها، بس مش عارفه، لو انتوا عارفين حاجه قويه او حاجه يعني تركيبه كده عملتوها بتفور الحاجه السخنه دي قولوا لي، يعني حاولت والله ما بتطلع. هنا كنت بعمل البخاخ ده كده باور لإزالة الدهون وكده، هنديله رشة كده. زي ما قلت لكم، لو عارفين حاجة يعني تركيبة أو حاجة بتشتريها من المنظفات يعني بتفور الحاجات السخنة دي قولولي، والله حاولت بسكينة وكل حاجة مش عارفة. قولولي برضو في التعليقات، مستنية تعليقاتكم. يعني قولولي ايه اعمل حاجة يعني للسواد ده اطلعه من البوتاجاز. وادي البوتاجاز بتاعنا فله كده فله، بعد ما غسلنا بوتاجازنا مواعيننا وكنسنا ارضنا ومسحنا المطبخ وخليناها كده فله شمعه منوره، كان الغساله فصلت. قلت الحق انشرهم قبل ما الشمس تغيب، كان كده ايه العصر يا دوبك يعني اذن. قلت انشرهم وادخل بقى اصلي العصر كده وايه نكمل يومنا. ادي كده الغساله بقى فصلت، هنشر الغسيل كده، وبعد كده ايه ندخل نجري نشوف اللي ورانا ايه. يعني بص يوم الجمعه ده تحسوه بفر كده. الحمد لله. وادي الغسيل بقى خلصته كده نشرته، كان غسيل الاولاد يعني. انا بحب انشر في الشمسية عشان الغسيل ياخد كده من الشمس طاقة ايجابية. شايفين الشمس كانت حلوة كده وطالعة، يعني ما كنتش عارفة افتح عيني من الشمس. شايفين واليوم حلو كده وصافي السما، وكان يوم حلو الحمد لله. ربنا يجعل ايامنا كلها حلوة وجميلة يا رب. ندخل بقى نشوف اللي ورانا ايه. دخلت بقى اعمل لي كده كوبايه شاي بقى ايه اظبط الدماغ يعني. ما انت شاربه ام البنات الصبح، دي كوبايه الصبح، لكن دي كوبايه بعد ما خلصنا المعركه اللي كانت عندنا والمدعكه اللي كانت عندنا. عاملين ايه؟ طمنونوا عليكم، ربنا يديكم الصحة والعافية ويديكم راحة البال والستر ويديكم السعادة ويريح بالكم. ادعوا لي كده دعوة حلوة من قلبكم ان ربنا يريح بالنا جميعا. ما تعرفوش ايه في الجو اليومين دول، في كده كآبة، في تعب، في خنقة، ما تعرفوش ايه فيه يعني. عشان كده انا مش بنزل فيديوهات بصراحة اليومين دول. النفسية مش احسن حاجة. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على الصحة والعافية والستر، الحمد لله. الحمد لله على كل النعم اللي ربنا مديهالنا، الحمد لله. بس ادعوا لي بالله عليكم دعوة حلوة كده من قلبكم، ربنا يريح بالنا جميعا يا رب. يلا بقى نكمل يومنا كده بقى. احنا بالليل يعني ما كانش في حاجة في البيت تتعمل يعني. كنت مروقة من قبلها بيوم من بالليل، يعني من يوم الخميس ما كانش في حاجة تتعمل يعني في البيت. هنا بقى كان بالليل زي ما شفتوا كده اول الفيديو. زي ما قلت لكم احنا يوم الجمعة بنتغدى بدري، اول ما جوزي يجي من الصلاة بيكون الاكل جاهز ونتغدى. جينا بالليل بقى جوعنا، قلت اعمل لهم عشوه كده حلوه سخنه كده تدفيهم. لمي بيتك واولادك كده بالليل بعشوه حلوه كده سخنه تدفي. جبت حله وسلقت شويه مكرونه طبعا عشان يبقى ايه مكرونه. قلت بدل ما اوسخ بقى كذا حاجه ومواعين وكده، قلت في نفس الحله يعني سلقت المكرونه وصفيتها، وبعد كده جبت الحله بعد ما نشفت كده نزلت على الزيت يعني بفصين توم كده مهروسين، بعد ما ريحتهم طلعت كده وابتدوا كده ايه هيدخلوا كده في يعني اللون الاصفر كده. اول ما يصفر التوم معايا نزلت بشويه خل، وبعد كده نزلت بالطماطم اللي انا ضربها في الخلاط، مع يعني ضربه طماطم في الخلاط معاهم معلقتين كبار صلصه اللي هي الجاهزه، معاهم بصلايه، معاهم فلفلايه خضراء، عايزه فلفل حامي زي ما انت حابه. ونزلت كده على التوم بتاعنا وشويه سكر طبعا عشان الحموضه، وادي الصلصه بتاعتنا اتسبكت. شايفين السرعه؟ يعني مفيش اسرع من كده. نسبكها كده تسبيكه حلوه
وننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، عايزه كمان شويه شطه براحتك، بس عشان الاولاد مش هضيف شطه يعني. ونتبلها كده، والملح بتاعنا طبعا، ومرق الدجاج. وبعد كده بقى نديها غلوه كده، ونديها كمان رشه زيت كده عشان لما ننزل بالمكرونه تبقى المكرونه بتاعتنا كده متفلفله، والواحده بوحدتها. وننزل بعد كده بالمكرونه بتاعتنا. ادي المكرونه بتاعتنا، طبعا انا مصفياها من بدري، يعتبر اديتها شطفه كده تاني تحت الحنفيه، عشان المكرونه لما بتسيبيها بتلاقيها ايه يعني مسكت في بعض شويه. شطفتها، اديتها شطفه، بعد كده نزلت على الصلصه بتاعتنا. وادي بقى شويه المكرونه بتاعتنا. والله غامقه وجميله، بس الكاميرا ظلماها والاضاءه، معلش سامحوني، التليفون عامل عمايله في الاضاءه، معلش سامحوني. وانا كمان سايبه شويه صلصه كده، يعني الصوص كده فيها، عشان احنا بنحب ناكلها زي المبكبكه كده، يعني بيبقى فيها صوص كده شوية مكرونة زي العسل والسكر، وسخنين وجميلة، بألف هنا وشفا للي أكل. يا رب النهاردة يكون اليوم كده لطيف خفيف على قلبكم. ما تنسونيش بقى لايكاتكم الجميلة ودعمكم ليا وتشجيعكم ليا ودعوة حلوة من قلبكم. تابعيني على الفيسبوك وقولي لي انت بتابعيني من انهي بلد ومن فين. اشوفكم بقى في فيديو جديد ويوم جديد في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.